مع 3 المصابين. هو لا، مش هذا الموضوع. هو في تصريح للمرسي لاعب المصري، سئل عن هذا المقال، سئل عن المنتخب المصري فقال انا مش متابع ولا ما عنديش فكره ولا حاجه من النوع هذا. هو الرد بيقول هو هيلاعب مين؟ بوركينا فاسو على ما اعتقد، يعني بمعناه ان هو مش متابع البطوله يعني. لا، قال مش متابع. يعني حتى اولا يعني هي نفسها يعني غاضب لانه لم تتم المنادات عليه المنتخب المصري. اولا تصريح ما يصحش يطلع من لاعب كان في المنتخب اصلا اساسا، وحتى لو ما كانش في المنتخب في الظروف ديت ما فيش مصري ما بيتابعش البطوله، حتى رجل الشارع العادي. فما تقوليش ان في لاعب كله مش بيتابع في المنتخب بلده. ده نوع من انواع بنسميه احنا يعني ايه الهري، اللي هي عشان سبب عدم ضمه للمنتخب. لو كل لاعب ما تمش ضمه هيقعد يقول كلام زي كده، ما كانش في منتخب عايش ولا منتخب لعب. لكن في حاله من الحالات لا، تصريح مش منطقي طبعا من لاعب لسه من شهرين كان في المنتخب. مفيش انتماء ولا وطنيه عنده في حاجه زي كده. اعتقد لو انت حتى المنتخب ده مش هتلعب فيه بكره ولا بعد بكره، على الاقل شجع، اعلن مساندتك، قول ان انت بتساند المنتخب، واقف ورا المنتخب، واقف ورا اللعيبه. المنتخب ده مش بتاع باسم مرسي ولا بتاع وائل جمعه ولا بتاع اي حد. المنتخب ده منتخب بلدك اللي انت بتشيل صح شعاره. فلا، مش منطقي طبعا، وتصريح خاطئ جدا جدا في وقت غير مناسب. ولكن في عقليات مش محتاجه تراجع نفسها كابتن هشام.